السلام عليكم. اليوم جيت نوجد معاكم الجاتو تاع النقاش ولا المنقوش على طريقتي بواحد العجينه تجي هشوشه وخفيفه. في الوصفه هذه انا عندي رطل تاع زبده، كاس تاع سكر غلاس، كاس تاع نشا، وعظمه شويه لافاني، والفرينه نشيح بها. انا ما نحطش فيه الخميره باه ما تجينيش العجينه طريه ياسر كيما الصابلي وتتفتت ياسر. وعندي طبعة تاع النقاش، وعندي هذا المول اللي شريته، جربت به ما صلحت ليش، شريته وندمت. ماهوش سيليكون، هكا جاي هكا بلاستيك وشويه يابس. جربت به ماهوش براتيك، خلاه خسرته باطل، ما عجبنيش. حبيته هكا مدور، سخفت عليه فينالمون ما عجبنيش. درتهم اصابع هكا خير. وعندي لهنا الغرس اللي كنت وجدته في الليل، طريته بفنجال تاع زيت. درت كيلو غير ربع بركه. طريته بفنجال تاع زيت وفنجال ونص تاع ما زهر هكا، وبقيت نطري فيه مليح مليح. وشويه جلجلانيه محمصه ونقيتها وحمصتها واجده هكا. حطيت زوز مغارف كبار تاع جلجلانيه وهكا، وحربشتهم وجدتهم هكا احسن باه كي ندير العجينه يجيوني براتيك. وغطيتهم بالسيلوفان باه ما يشيحوش وما ييبسوش. كيما تشوفوا واجدين هكا، باه من بعد كيما نخدم غير نحط بركه، نقيس على قد العجينه ونقص يجيوني براتيك خلا هكا باه ما نتعطلش. قلت لكم انا عندي رطل تاع زبده لهنا كيما تشوفوا، نكسر معاه العظمه، نحط شويه لافاني، ونحط الكاس تاع سكر غلاس، ونحرك كل شيء مع بعضه. نبقى نحرك في هذيك الزبده حتى نتولي كريمه بيضه هكا. سكر غلاس والعظام والزبده مع بعضهم هكا يجيوني براتيك كي نحركهم، مش كيما العظام والزبده وحدهم. انا ندير بيديه، ما نديرش بالباتور هكا. بيديه هكا ندخلهم في بعضهم احسن من الباتور هكا. اللي يحب يدير بالباتور يدير بالباتور، انا هكا بيدي ندخلها مليح مع بعضهم حتى نتولي لي كريمه بيضاء. كما تشوفوا هكا الطريقه هكا، نبقى نردك هكا بكفوف يديا حتى ندخل هذيك الزبده مليح مليح في سكر غلاس والعظام ولافاني ليه يعني. كما تشوفوا شوفوا كيفاه ولات بيضاء وكريميه يعني كل كيما بعضها. لهنا نزيد الكاس تاع النشا هكا، نحط فيها نشا باه تجيني خفيفه وهشوشه هكا. كاس تاع نشا، واللي يحبوا يديروا بات سابلي طول بلا نشا يديروه. انا ندير فيه نشا احسن، يجيني خفيف وما يجينيش يتفتت ياسر وميم طون هشوش. ونبقى لهنا نشيح بالفرينه كيما لا بات سابلي، نشيح بشويه في هذيك الزبده حتى نتحصل على عجينه متماسكه وطريه كيما تشوفوا هكا، ماهيش تتلصق في يديا وطريه او ميم طون باسكو لازم تكون طريه. كون ما تجيش طريه يجي شويه يابس كيما تشوفوا هكا طريه وماهيش تتلصق في يديا. خليتها هكا ترتاح 10 دقائق، غطيتها بالبابي سيلوفان وخليتها ترتاح 10 دقائق. ورحت شعلت الكوشه تاعي على 180 درجه وحطيت الكرياج في النص وخليتها تسخن باه ما وجدت ان شاء الله الجاتو غير نلقاها سخونه واجده. كيما تشوفوا لهنا فرشت البابي سيلوفان دوبلي من تحت وحطيت العجينه، درت واحد دوبلي من الفوق. ولهنا نجيب القراص تاعي ونبدا نقرص في هذيك العجينه كيما تشوفوا هكا. نحلها بالعقل ونركز على النص باه ما تجينيش خشينه في النص ياسر. كي ترتكوا هكا كي توصلوا النص ارتكوا لها مليح مليح باسكو النص دايما يقعد خشين هكا. نسواها وندور نسواها وندور حتى نديرها سمك واحد الكل كيما بعضها هكا. نحاولوا نديروها سمك واحد. انا نحبوا الجاتو هذا لازم نطيبه، احنا ما ناكلوش المقرود خلاه نطيبه هو نحبه، بصح راهو يتعب واليوم بعده تعبني خلاه. وصل وقت الفطور وليت وما صلحليش في هذاك المول اللي شريته، وليت غير نزرب بركه حتى النقش يعني نطبع فيه بالزربه كيما تشوفوا لهنا هكا. درت هكا بالسكينه باه نسواها قد قد باه كي نحط الغرس يجيني قد قد كيما تشوفوا هكا. نردك على الغرس هكا بيدي مليح هكا، ومن بعد نهز بالبابي سيلوفان وندور كيما تشوفوا هكا. ندور علىها
ومن بعد نقص بالسكينه هكا قد مع قد هكا، وندير الحواشي قد ونحي الزايد، ومن بعد نحي هذاك اللي قصيته هاك، حاولت نسويه شويه بركه. نحي هذاك اللي قصيته، هو براتيك شويه خشين، قسمته على نص، براتيك على البلون دو طرافاي خير. بالبابي سيلوفان ما حبش يمشيلي هكا. الا كان هكا العجينه طريه وما حبتش تمشي لك مليح، حطوا شويه برك فارينه، شويه خلاه بركه. انا مشات لي نورمال هكا. نحاول نحل هكا شويه بركه فيه، باسكو لازم يجي شويه خشين هكا. نحاول هكا نسوي شويه بركه بصوابعي هكا. ولهنا كما تشوفوا لهنا درتهم هادم اصابع. بعد ما درت بالطابع وما عجبنيش، دوك نوري لكم كيفاه يجيني بالطابع هكا. انا مالفه نديرو قبل كيما هكا العوام اللي فاتوا كامل نديرو كيما هكا اصابع هكا وننقشهم يجيو متحوفين روعه. قلت العام هذا سخفت عليه مدور هكا ومنقوش. هيا قلت خلينا نشري له المول، لقيت غير هذا، درت على النبه كامله ما لقيتش المول خلاه تاع النقاش كيما هكا. شوف هكا اقسم درت تلمو سيليكون المول صغير، لازم ندير له الكعبه صغيره، ماهوش سيليكون هكا جاي بلاستيك شويه خشين. كون جا سيليكون يتنحى ليه هو جاي بلاستيك هكا شويه خشين، تكلحت فيه متولات. شوف كي نهبطها هكا، شوف كي نهبطها تجيني مطبزه. كون جات سيليكون تهبط عادي، شوف هكا تجيني، لا هذه شويه الاخرى تجيني شويه مطبزه وما ما تطبعليش مليح. ما باليش دوكا في الاخرى في الفيديو، دوك نوري لكم كيف جاتني مطبزه. يبقى كملت درتهم اصابع احسن. قلت هيا ما نبقاش نضيع في الوقت، وما با جاوني كيما حبيت، خلي نديرهم هكا اصابع كيما مالفه احسن. نتوما الا عندكم المول تاع السيليكون وبراتيك، انا نحبهم مدورين، الحق يعجبوني مدورين. حبيتهم مطبوعين بالمول احسن، تقدروا تدوروهم تاني وتطبعوهم. انا ما عنديش الوقت باه ندور يعني كل واحدة ونطبعها كاملة. ديجا هذا درته قبل الفطور، وصلني وقت الفطور ويعني وما زلت ما كملتوش، وليت غير نزرب بركة. شوفوا لهنا كيفاه هكا كعبة صغيرة، ونجيبها لهنا مالقري يعني درت الفارينة، قلت باه تهبط ليه والو. كما تشوفوا هكا حطيتهم في زوز وسويتهم مليح بصوابعي هكا باه يجيو مطبوعين. فينالمون والو لهنا. شوفوا كيفاه تجي مطبزه. الا كان ما بانتكمش في الاولى، شوفوا الثانيه كيفاه كي نردك باه تهبط، شوفوا كيفاه تجيني مطبزه، شوفوا كيفاه طبزت من هيه. وهكا حبيت نطبعهم كيما هكا، نعاود فوق هذاك النقش تاعهم ونطبعها كامله. انا باه نطبع كل واحده كيما هكا بلا طابع راح تديلي وقت كبير، وانا ما عنديش الوقت. قلت خلي بركه نديرهم اصابع ولي نطبعهم احسن. ودرت هكا كعبات مدورين كيما هذا، مالغري يعني ما صلحوليش كيما حبيت، درت واحد 6 ولا 7 بركه هكا. كي شفتوا وصلني الحال قلت نديرهم اصابع كل كيما هكا. شوفوا كيفاه هكا نطبع جهه والاخرى مقابلتها هكا بالجهه والاخرى مقابلتها هكا، حتى هكا يجي مطبوع ويجي روعه هكا. نهبط حتى لتحت بالجهه والاخرى مقابلتها حتى نكمل هكا الطرف كامل. وشوفوا لهنا في صحن التقديم كيفاه جا يعني خفيف وطري خلاه وريحته تشهي وطعمته تهبل. ان شاء الله تعجبكم الطريقه وتعجبكم الوصفه. وفرصه اخرى ان شاء الله مع فيديو اخر. ما تبخلوش عليا بجيم وكومنتير وابونيو لي في القناه وفعلوا الجرس باه يجيكم كل فيديو جديد. شوفوا كيفاه هنا كي قسمتها يعني الطريه خلاص. شوفوا كيفاه تتفتت، والله جا يعني فريمون روعه. انا دائما كل عام لازم نديرو، احنا ما ناكلوش المقرود، لازم نديرو مالغري تعبني ويقلقني هذيك نتاع ننقش بالوحده، بس حنديرو. ان شاء الله تعجبكم الطريقه وتعجبكم الوصفه. فرصه اخرى ان شاء الله مع فيديو اخر. ما تبخلوش عليا بجيم وكومنتير وابونيو لي في القناه. وشكرا.